مكون واحد لو ضفتيه هتحبيها ومش هتبطلي تعمليها. وهنسويها بخلطة جميلة مع البطاطس. تابعينا لاخر الفيديو علشان تعرفي هنعملها ازاي. ومعانا الممبار بخلطة جميلة ورهيبة، وبنسويه بكذا طريقة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معايا هنا الكرشة متنضفة كويس، والفشة انا هنا غسلاها منضفاها. بكون مجهزة مية بتغلي علشان هنسلق فيها الكرشة والفشة. بضيف للمية عود قرفة خشب، ورق لوري، وفص ثوم متقطع. طبعا الثوم والقرفة بيشيلوا اي ريحة للكرشة. بنقطع الكرشة على حسب ما انت حابة، كبيرة او صغيرة. انا هنا قطعت الكرشة والفشة. هننزل بيها في المية اللي بتغلي وبقلب فيها. وبخليها تغلي غلوة واحدة بس. هنا الكرشة بعد ما غلت معانا بناخدها ونغسلها كويس، نصفيها من المية ونغسلها كويس، ونشوف الخلطة هنعملها ازاي. هنا الكرشة بعد ما صفيتها من المية وغسلتها، بحط عليها معلقة سمنة وبشوحها في السمنة. معايا بصلة متقطعة بنزل بيها على الكرشة وبقلبهم مع بعض. ومعايا فص توم متقطع، وقرفة، وورق لوري. طبعا القرفة بتخلي الكرشة ملهاش ريحة خالص، وبتخلي ريحتها جميلة. معايا هنا طماطم متقطعة، وفلفل اخضر متقطع، وفلفل احمر. بضيفهم للكرشة وبقلب كله مع بعض. بضيف فلفل اسود وملح، وبضيف كوباية مية، وبسيب كله مع بعض. بجهز حلة علشان نعمل خلطة المحشي. بضيف المادة الدهنية او الزيت. معايا بصلة متقطعة او بصل متقطع. معايا هنا 2 فص ثوم متقطعين، وبقلب كله مع بعض لحد ما البصلة تدبل معايا. ما شاء الله هنا الكرشة بتستوي. بقلب فيها كل شوية، بضيف لها مية لو احتاجت مية. هنا معايا عصير طماطم بضيفه على البصل وبسيبه يتسبك. معايا هنا الممبار مغسول ومتنضف كويس. هنقلب الممبار مع بعض بطريقتين. لو حابة السمين او الدهن اللي في الممبار ممكن بتخليه، وفي ناس بتشيله، وفي ناس بتحب طعم الدهنة مع خلطة الممبار.
بنقلب الممبار تحت المية، بنقلب الممبار بالشكل ده، وبندخل المية وبتدخلي الممبار، وهتلاقيه يتقلب معاكي تحت المية بكل سهولة. ما شاء الله هتلاقي الممبار يتقلب معاكي بكل سهولة. بتقلبي جزء من الممبار وبتدخلي فيه المية، وبعدين بتدخلي الممبار تحت المية، وهتلاقيه يتقلب معاكي بكل سهولة. وفي طريقة تانية ممكن تقلبيه لو عندك تقلبيه بعيدان الشيش، او بتقلبيه بمعلقة، في الحالتين بيتقلب معاكي بكل سهولة. هنقلبه مع بعض بالمعلقة، بتيجي في طرف الممبار وبتدخلي المعلقة بالشكل ده، بعدين بتدخلي الممبار هتلاقيه يتقلب معاكي بكل سهولة. بتسحبي الممبار وهيتقلب معاكي كمان مرة. هنا الصلصة اتسبكت معايا، هبتدي اضيف البهارات بتاعتنا للصلصة. معايا ملح، فلفل اسود، خلطة المحشي، كزبرة ناشفة وكمون. هنضيف كله مع بعض للصلصة وبقلب. معايا الخضرة مغسولة ومتقطعة، خضرة مشكلة، بقدونس وشبت وكزبرة. بقلب كله مع بعض وبنزل بالرز مغسول ومتنضف، وبقلب الخلطة كلها مع بعض. انا هنا عملت كيلو من الرز، والكيلو بياخد معايا معلقة ملح. هنا ضفت معلقة صلصة او معجون صلصة. لو ما عندكيش معجون صلصة ممكن تضيفي طماطم. هنا الكرشة قربت تستوي، بتقلبيها كل شوية وبتضيفي لها مية لو احتاجت مية. معايا حبتين بطاطس متقطعين مكعبات بضيفهم للكرشة، وبسيبهم يستووا مع بعض، ونجهز مية السلق للممبار. بضيف بصلة وورق لوري، فلفل اسود، ملح. هنبتدي نحشي الممبار اللي معانا. انا هنا معايا القمع ده بحشي بيه الممبار، والقمع اللي معايا علشان صغير فبستخدم مسن بالشكل ده علشان ازق بيه الخلطة. وبتحشي الممبار وبتدخليه في الممبار كله بالشكل ده. هتفضلي تحشيه لحد ما تخلصي الممبار كله. وعلشان الممبار ما يفرقعش معاكي، احنا مش بنحشي الممبار، بنخليه متهوي بالشكل ده علشان الرز معانا ني، وحجمه بيزيد بعد ما بيتسلق، والممبار بيكش. فلازم علشان الممبار ما يفرقعش معاكي ما تحشوهوش جامد بالرز. هنا معايا خيط مخصصاه للمطبخ،
وببتدي اربط الممبار اللي معايا بالشكل ده. لحد ما بتخلصي الكمية اللي معاكي كلها. وفي ناس بتسلقه بالشكل ده، بتقطعه بتحشيه بالرز وبتسيبي حوالي سنتي من الطرف هنا، من الطرف اليمين والشمال، ولما ينزل المية بيقفل لوحده في المية. وهنا ده النوع التاني انا سايباه من غير خيط. هنزل بالممبار اللي انا كنت مقطعاه وسايبه حوالي سنتي من الناحيتين. اول ما بتنزليه في المية اللي بتغلي بتلاقيه بيقفل لوحده زي ما انت شايفة معايا هنا في الفيديو. هنبتدي ننزل بالممبار اللي معانا بالكمية اللي معانا كلها. بنزل بكمية الممبار اللي معايا كلها، وبسيبه لحد ما يستوي. هنا ده الممبار اللي ربطناه بالخيط واللي كنا سايبينه من غير خيط. هنا الممبار بتعرفي انه استوى ما ترفعي الممبار كده وبتلاقيه بيشد معاكي زي الاستك، وبتشوفي الرز من جوه. بمجرد ما تلاقيه استوى بتشيليه على طول من مية السلق علشان ما يستويش زيادة معاكي عن اللزوم وهتلاقيه فرقع معاكي. مجرد ما الممبار بيستوي بتخرجيه من المية. ما شاء الله هنا الممبار جميل واستوى معانا وما فرقعش، علشان زي ما قلتلك حاجتين مهمين علشان الممبار ما يفرقعش معاكي. ما تخلوهوش يستوي معاكي زيادة عن اللزوم وما تحشوهوش جامد بالرز. خرجنا الكمية كلها وهنحمرها لحد ما ياخد لون ذهبي جميل، ونشوف هنقدم كل نوع ازاي. بتفكي الخيط من الممبار وبتفصليه عن بعضه اللي ربطناه بالخيط وبتحمريه. وبتقلبي فيه لحد ما ياخد لون ذهبي معاكي. هنا الكرشة مع البطاطس ما شاء الله خلطة جميلة، جربيها. وهنا الممبار اللي كان متقطع وبمجرد ما بتحطيه في المية بيقفل لوحده. وهنا ده الممبار اللي كنا رابطينه بالخيط، بتفكيه من الخيط وبتفصليه عن بعضه وبتحمريه. وده الممبار اللي سبناه لوحده من غير خيط، بتحمريه وبتقطعيه بالشكل ده او بتقطعيه زي ما انت حابة. ما شاء الله أكلة جميلة والكل بيحبها.